السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هعمل معاكم طريقة عمل جلاش نوع حلو كده، صنف جميل بالكنافة المتحمرة اللي عملناها في الفيديو اللي قبل ده. ارجعوا لها بجد، يعني كانت طعم وشكل وكل حاجة، كل حاجة بجد كانت فيها جميلة. هنا معايا نص كيلو من الكنافة، وعايزة اقول لكم انا واخدة المقطع ده من الفيديو اللي قبل كده، لان هي نفس القصة بتاعة تحمير الكنافة، هي نفس الموضوع هنشتغل بيها. وانا كنت قايله لكم في الفيديو اللي قبل ده طريقة الكنافة المحمرة دي بنطلع منها اشكال حلويات كتيرة وانواع كتيرة، وده تاني نوع من النوع ان احنا من الانواع اللي احنا ان شاء الله هنعملها مع بعض بالكنافة المتحمرة. وعلى البوتاجاز على طول هنحمر الكنافة. عندي السمنة بتاعتي لما تسخن كده شوية هبدأ أحمر الكنافة بتقليب مستمر. طبعا ما بسيبش ايدي نهائي خالص علشان توحد اللون. تمام لحد كده تمام. المقطع ده بأكد ان هو كان في الفيديو السابق بتاع الكنافة، عملناها بالكريمة وعملناها بالشوكولاتة وعملناها بالمانجا كمان. تمام كده، يعني هي بس انا خدت المقطع ده عشان ما فيش داعي ان انا اعيد وازيد في حاجة معينة انا نزلتها. تمام. بعد التحمير بقى المستمر، فانا هحمرها تحمير اغمقها شويه، مش هحرقها، لا انا هغمقها شويه علشان الوصفه بتاعتي دي عايزاها تكون مختلفه عن اي تحمير كنافه انا بعمله. تمام لحد كده، تمام لحد كده وصلت للدرجه اللي انت شايفاها قدامك دي. يبقى يلا بينا نكمل بقى المكونات بتاعتنا وطريقه الجلاش التحفه جدا بجد، زي بالظبط البقلاوه اللي بتتاكل كده او بتتجاب من أكبر المحلات، وكمان مفيش أفضل ولا أسهل من كده. هعمل ايه بقى المرحلة اللي بعد كده؟ هجيب ربع كيلو من الكنافة على كمية نص كيلو من الجلاش، يعني اللفة اللي بتبقى نص كيلو أنا هضيف لها ربع كيلو كنافة متحمرة. لحد كده حلو قوي وتمام. عندي بقى سوداني، أنا طحنته طحنة ناعمة شوية، مش ما خليتهوش طبعا يوصل لمرحلة إن هو يكون معايا يوصل معايا لعجينة الفول السوداني، لأ، يعني هو يبقى زي ما أنتم شايفين قدامكم كده. أخدت بقى يعني الكمية دي زي ما أنتِ عايزة. أخدت حوالي 4 معالق من السوداني، على معلقتين من جوز الهند، على 3 معالق من الزبيب، لإن الحقيقة أنا باحب الزبيب. لو أنتِ مش بتفضّلي أو مش بتحبي أي حاجة من اللي اتضافت، عادي جدًا بنستغنى عنها وما فيش أي مشكلة ومش بتأثّر معانا في الوصفة. أنا هنا ضِفت إضافة، ضِفت هنا عشان مش فاهمة ليه ما اتصوّرتش معايا، ضِفت معلقة من العسل التقيل بتاع الكنافة أو بلح الشام، أو ممكن معلقة عسل نحل. تمام، علشان يمسك معايا الخليط بتاعي كلّه، ما يبقاش مفتفت كده أو يخرج من اللفة بتاعتي. هنا بقى جِبت لفة الجلاش، والحقيقة كان لقيتها مقسومة من النُص كده، يعني الورقة مش بطولها، فأنا طبعًا حبيت أعالج الأمر ونشتغل بيها عادي جدًا، مش هتأثّر معانا ومش كمان هتوقّفنا إن إحنا مش هنعمل الوصفة بتاعتنا. هو طبعًا أحسن حاجة إنِّك تشتغلي في موضوع الجلاش لمّا بتجيبيه طازة، أفضل من طبعًا لمّا بتفرّزيه وتطلّعيه تاني. أنا هنا والله ده أنا جايباه طازة، بس لقيته قاسم من النُص كده، يعني مقطوع بالنُص كده زي ما أنتم شايفين، بس أنا طبعًا مع اللَف وكده والمادة الدهنية بتاعتي دهنتها بيه ولفّيت الأمر ودوّيت الأمر ما بقاش باين، لإن هو في الحقيقة مش بيكون باين خالص. باخد ورقة كده زي ما أنتم شايفين، ورقة واحدة بس، وبابدأ بقى أغلّفها كلّها بالسمنة كده بالفرشة زي ما أنتم شايفين، وباخد جزئية معلقتين كبار وبابدأ ألفّها زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. رول كده باحاول يعني إن أنا أشد إيدي شوية وأنا بالفّها علشان تكون متماسكة معايا وتكون كويسة. هنا خلّصت كل كمية الجلاش اللي معايا، وهابدأ بقى أقسّم التقسيمة أو التقطيعة اللي أنا عايزاها. أنا هنا قسمت الصينية بتاعتي بالنُص، والنُص قسمتها نُص كمان، يعني علشان تكون كلّها مستوى واحد. باعمل الحركة دي. طبعًا أنتِ بقى عايزة تقطّعيه صغنّن عن كده، أكبر من كده، زي ما أنتِ حابة. التقطيع ده زي ما إحنا اتكلّمنا فيه إن هو ده مش قاعدة عامة. عايزة أأكد عليكم في حاجة يا جماعة، اللايكات هي اللي بترفع الفيديوهات. يعني لو عجبِك الفيديو طبعًا اضغطي لايك، لو ما عجبكيش اضغطي لايك برضه، يعني في كلا الحالات تضغطي لايك. بجد أنا موضوع الجلاش ده يطلع منّه ألف صنف حلو وحادق، بجد ألف بدون مبالغة يعني. ممكن تبدعي في كل الوصفات الحلوة والحادقة. يعني هو دايمًا من الحاجات المنقذة كده، لو عندِك مثلًا حد جاي لِك وأنتِ ما فيش حاجة عندِك، لفة جلاش على طول هتعرفي تتعاملي بيها، طبعًا تقدّمي كل اللي عندِك بيه.
طبعا كده خلاص غلفت كل الصينيه بتاعتي بالسمنه اللي هي فاضله مني. وكده انا خلاص خلصت الصينيه بتاعتي وحطيتها في الفرن، اخدت حوالي 10 دقايق. انا مش شغلت الشوايه، بس كنت مسخنه الفرن من قبل كده، واخدت معايا بجد 10 دقايق. كانت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. الشربات كان عبارة عن كوبايتين من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، عليهم معلقة عسل جلوكوز، لو مش موجود ممكن معلقة عسل نحل، ولو مش موجود ممكن عصرة نص ليمونة، وفي كلا الحالات هيكون في نص ليمونة. ويقعد على النار حوالي من 7 ل10 دقايق غليان، وبعدين نسيبه يبرد تماما واشتغل بيه في الوصفة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين انا هنا الحروف لو انتوا شايفينها كده انا مقطعاها كده بالتساوي، لاني انا من الناس اللي بتعشق اي وصفة حلو كيك، اي وصفة. الجوانب انا بحب الجناب جدا، بحب الجوانب دي خصوصا لو مقرمشة، فدي بجد حاجة مفضلة عندي. بصوا شكل الصينية ما شاء الله طالعة مذهب كده وشكلها تحفة جدا، فمفيش افضل ولا اسهل من كده. وبما اننا بقى في موسم الكنافه فهنعمل الف صنف وصنف من الكنافه، وان شاء الله بقى انتظروني في الفيديو اللي جاي، بجد هيعجبكم جدا. هعمل معاكم طريقه كنافه ترند طالعه، يعني حاجه كده جميله قوي. ولو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تضغطي لايك، لان اللايك زي ما انا قلت لكم بيعلي القناه او بيعلي الريتش بتاع الفيديو، وبيكون يعني حاجه كويسه ليا. فالتقطيعة بقى زي ما انت شايفاها كده طالعة بقى كده أصابع متساوية وجميلة وذهبية كده. قدميها بقى مع الشاي، قدميها مع القهوة. طبعا بعد الفطار أفضل تحلية وأسهل تحلية، وكمان بأسعار قليلة جدا. يعني هو اللفة بتاعة الجلاش نص كيلو أخدت حوالي ربع كيلو من الكنافة المتحمرة، مع بقى شوية سوداني مع شوية زبيب زي ما انتوا شفتوا كده بالظبط. وكان طبق حلو قوي وسهل، ويا رب إن شاء الله يعجبكم وتجربوه. كده أنا خلاص نهيت الفيديو بتاعي. بس أنا طبعًا طالبة إنِّك تضغطي لايك علشان يعني يبقى في تشجيع شوية. عندي فيديوهات كتير، عندي أفكار جديد. هو أكيد الطبق اللي أنا عاملاه النهارده أنا مش مخترعاه ولا حاجة، هي كلّها مثلًا تجارب. يعني لقيت حد مثلًا عاملها عجبتني، فحاولت أبدِّل شيء عن شيء. هي السوشيال ميديا يا جماعة كلّها بالشكل ده، ما حدش بياخد وصفات حد، ما حدش اخترع أكلة، ما حدش اخترع وصفة، لأ هي كلّها بتكون بالشكل ده. لكن هي الموضوع كلّه نصيب أو حظ، لإني بجد اليوتيوب يعني أنا بقى لي 3 سنين على اليوتيوب، بس الأمر كلّه حظ مش أكتر. ما فيش حد أشطر من حد، بالعكس في ناس شاطرة جدًا، 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 والقناة بتاعتها مش متشافة خالص، وناس يعني مجرد ما هي أي وصفة بتعملها وأي هبد وخلاص بتحسي إن في فرق. بصوا بقى هنا حبيت أوريكم المنظر من جوه جميل، وفي حشو كتير. كده خلاص أسيبكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.